السلام عليكم وتحية للجميع. كلشي تبع بان كانت حملة كبيرة، مديورة حملة كبيرة على السي البارودي اللي هو حكم ديال الماتش ديال اليوم ديال الرجاء وبركان. الحملة ماشي لشخص البارودي كاسم ولا كحكم، بقدر ما هي ردة فعل على اشنو تعاش وشنو كان من مهازل تحكيمية في المباراة ديال الذهاب، لأنه داكشي اللي شفنا في الماتش ديال الذهاب كان مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. خطأ اللي اللعاب طاح ما طيحو حتى شي واحد، ما قاسو حتى شي واحد. تصفر البركان جا منه هدف ديال التعادل. هذاك الخطأ وهذاك الهدف ديال التعادل هو اللي خلى جمهور الرجاء اليوم متخوف، هو اللي خلاه مدير واحد الضغط كبير على الطاقم التحكيم ديال المباراة ديال اليوم. ماشي باش انه يكون منحاز للرجاء بارودي ولا اللي يعني الطاقم ديال الفار، بقدر ما خصش تكون قرارات تحكيمية عادلة سواء لصالح بركان سواء لصالح فريق الرجاء الرياضي. يعني هاد ردة فعل اللي ديال الجمهور ديال الرجاء اليوم هي ردة فعل طبيعيه لما عاشه الفريق وداكشي اللي عاشه الفريق والاخطاء اللي دارت في المباراه ديال الذهاب، لان في المباراه ديال الذهاب كان ممكن حتى الرجاء يعني يكملوا ب10 ورقه حمراء اللي كانت الايجير اللعاب ديال الايجيز اللعاب ديال الرجاء وما تصفراش. ولكن اللي كان الخطا اللي كان مؤثر في المباراه وكان خلى ان النتيجه ديال المباراه ما تكونش لصالح فريق الرجاء الرياضي هو ضربه الخطا اللي تصفرات اللي ما فيها حتى شي حاجه، واللي كل شيء اجمع على ان ما فيها حتى شي حاجه. فسي نورمال جمهور الرجاء في الروتور غيدير ضغط كبير على الحكام ديال المباراه باش ما تكونش اخطاء تحكيميه اللي تضرر منها عاوتاني الفريق. وحنا دائما ملي كنتكلموا كنقولوا بركان، انا ما كنبغيش هذه المساله ديال الاسوسي بركان بفوزي القجاع وكذا، بقدر ما كنقول ان واحد بركان واحد الفريق اللي في المستوى اللي ما محتاج لا الحكام لا حتى شي حاجه. اللاعب اللي عنده في المستوى يقدر يحقق بهم نتائج اللي هي ايجابيه، وبالتالي بحال باقي الانديه خاص تكون القرارات كيف ما انا كنقولها دائما. كاين انديه كتضرر، كاين انديه كتستافد، وكاين انديه كتستافد، كاين انديه كتضرر، كل مره على من كيجي الدور. فالى اليوم دار الضغط على البارودي وعلى الحكام، راه ماشي لشخص البارودي ولا ما حاميش البارودي، بقدر ما هو نتيجه لداكشي اللي عاشوا الجمهور واللي عاشوا فريق الرجاء الرياضي في الالي. شفنا مهزله تحكيميه وتزادت المهزله التحكيميه والغضب ديال الجمهور وديال المسؤولين بالاجوبه ديال المدير ديال التحكيم. لا، القرار ديال الحكم كان صائب وكانت خطا وضربه خطا قانونيه وكذا باش يبروا وباش يحيدوا الضغط على الحكم وباش يبروا يعني بان الحكم راه كان صائب في القرار ديالو، في حين ان كل شيء شاف بان ديك ضربه الخطا شافاه هو وقيله وصفر عليها هو، ومن بعد منها جا ولا الفار، ومن بعد منها جا الهدف ديال التعادل. فالى اليوم كاينه حمله تحكيميه على بارودي والطاقم ديال التحكيم، فالاساس ديالها جاي من الالي. الناس باغات تلعب الكره فوق التيران بقرارات تحكيميه اللي هي عادله، وسي البارودي المسار التحكيمي ديالو راه متميز. خصو يعرف بان مساله مهمه بزاف. هاد الناس اللي كاينين في المسؤوليه ديال التحكيم ساعتهم قربات، وبمعنى هذاك التخوف ديال غيعاقبوني او لا كذا ما خصوش يبقى. هاد الناس ساعتهم قربات والتغيير قريب في المديريه وفي الهياكل ديال التحكيم، التغيير قريب جدا ان شاء الله. وبالتالي خاص الانسان يحافظ على سمعته هو كحكم وعلى المسار ديالو هو كحكم، ما يبقاش راد البال مع شكون هو المسؤول وشنو كيقول والعصبيه اللي عنده ولا السلطويه اللي عنده. اي حكم خصو يدخل لاي مباراه خصو يعرف بانه كيدخل كيمثل راسو وكيمثل المسار ديالو وسميتو تما، بمعنى خصو يؤدي مباراه على اكمل وجه. ما كنوجهوش اتهامات ولا جمهور الرجاء كيتكلم اليوم راه كيوجه اتهامات للبارودي راه غيكون منحاز ولا شي حاجه، لا كيتكلم على ان كل واحد باغي الحق ديالو. بركان ياخذوا الحق ديالهم وفريق الرجاء الرياضي ياخذ الحق ديالو، وحتى واحد ما يتظلم تحكيميا. بغينا تحكيم في المستوى يعطينا، لان مباراه قمه مهمه. انتصار فريق الرجاء الرياضي غيولي فرق 5 نقاط، انتصار فريق ديال نهضه بركان صافي دخل للمقدمه ودخل للصداره ودخل مع الانديه، يعني قرب من الانديه ديال الصداره، وبالتالي غيولي الحظوظ ديالو في المنافسه على اللقب اقوى من قبل من المباراه. هادشي علاش خص يكون التحكيم في المباراه يكون عادل باش يخلي السير العادي ديال المباراه يكون في المستوى، وتعطينا مباراه
قويه على جميع المستويات. ما نبغوش نشوفوا عاوتاني شي خطا تحكيمي، شي قرار غريب، شي حاجه اللي تهيج الجماهير او اللي يعني تضيع احد الفريقين في الحق ديالهم، سواء كان لصالح الرجاء او لصالح نهضه بركان. وهذا هو اللي كنتمناو. تكلمنا عليه مره وجوج وثلاثه، مي اليوم كنشوف لي ريزو سوسيو كلشي كيتكلموا على البارودي وكلشي دايرين الضغط على البارودي، ولكن ماشي الغرض هو البارودي، بقدر من الغرض هو ان خص تكون قرارات عادله، لان عندهم واحد الانكدوت، واحد الحدث اللي عاشوه في الذهاب اللي خلى النتيجه ديال المباراه تغير من تقدم فريق الرجاء الرياضي الى التعادل، وكان قرار ماشي هو هذاك. وزادت مديريه التحكيم هيجات العلاقه بينها وبين المسؤولين ديال الرجاء من خلال هذاك الرد اللي دارت بان قرار ديال التحكيم كان في المستوى، واخا كلشي كان مآمن بان الحكم خطا في ذاك القرار ديالو. فنتمنوا ان سي البارودي يكون في المستوى، قراراته تكون عادله، ومباراه تكون في المستوى، اللي انتصر برافو ليه والله يسهل عليه في المسار ديالو في الدوري الاحترافي.